دايما الشعور سريع، فحاول دايما ما تسيبش فرصه لشعورك انه يسبقك. حاول دايما تخلي افكارك مرتبه ومنظمه وفيها افكار بديله وافكار بديله اخرى علشان شعورك ما يسبقكش. خلي بالك ان في النقطه المهمه اللي بعدها، انه في الموضوعات الكبيره، في الحاجات اللي انت القضايا اللي هي متعلقه بانك طول عمرك ما بتعرفش تعملها، او حصلت لك موقف قبل كده وتصرفت فيه وحش خالص والناس لمتك خالص، دي هتحتاج منك اكتر من جلسه. ممكن تقعد مع نفسك ترتب افكارك في 3 جلسات، في 5 جلسات، يعني ممكن الحكايه تبقى طويله شويه. لكن المهم اللي بيهمنا انك تاخد في كل جلسه موضوع واحد، ممكن الموضوع يتعالج في كذا جلسه، وتقعد تفكر ايه الحاجه الايجابيه اللي انا اقدر اعملها. اسال نفسك ايه النقطه اللي انا لو اتحطيت فيها اعملها بشكل احسن. طب ازاي ممكن اكون افضل؟ طب ازاي ممكن يعني اتصرف كويس في النقطه دي، علشان ممكن تقابلك مشكله كبيره انت ما فكرتش فيها قبل كده، بس فكرت في جزء منها في موضوع تاني. فانت بالتالي كل شويه هتلاقي نفسك عندك يعني خبره بدايه تقدر تبني عليها في المواقف الجديده. بننصح الناس دايما ان هم يعملوا في الاول جلستين بس في الاسبوع مع نفسهم، يقعدوا لوحدهم عشان ما يحتاجوش كوتشنج زي ما ندى قالت، يقعدوا لوحدهم جلستين في الاسبوع، بعد كده تقدر تزود. طيب لو انا واحد من الناس مثلا مفيش في دماغي حاله او حاجه مريت فيها يعني، او مش عارف ايه اللي ممكن يضايقني لو حصل، مش عارف. طيب ارجع بالذاكره لورا وخد المواقف والتجارب اللي انت مريت بيها قبل كده وضايقتك، او كنت حاسس بالاحراج، او حاسس انت مش قادر تتصرف بشكل سليم، وعيد ترتيب هذه التجربه في دماغك بشكل عقلي. يعني اسال نفسك كان المفروض اعمل ايه؟ انت خلاص دلوقتي مفيش شعور، مش زعلان انت انك من 5 سنين او من 3 سنين طلعت مثلا تتكلم قصاد الناس واتلجلجت او ما عرفتش. اوكي، اسال نفسك بقى دلوقتي، طب ايه اللي انا يا ترى كان ممكن اعمله عشان ما اتلجلجش؟ ايه اللي انا كان ممكن اعمله علشان ادائي يكون منظم، وعلشان اكون هادي، وعلشان اكون مش متضايق؟ اسال نفسك ده، شوف يعني، وابدا رتب الخبره تاني في دماغك وحلله بشكل ذهني مش شعوري. يعني ما تفتكرش انك اتضايقت فتتضايق، لا، افتكر ان ده كان موقف انت كنت عايز تأدي فيه اداء احسن وما وفقتش قوي، فانت دلوقتي بتسأل نفسك ازاي تقدر تعمل ده. طيب بعد ما انا اول حاجه خلاص انا مش جوه التجربه، انا كتبتها كحاله بحثيه وانا بره الموقف واعتبرت ان ده مش انا، ده انا بنصح واحد، ابدا بقى تخيل الموقف ده على نفسك. خلاص انت دلوقتي رتبت افكارك ذهنيا، هعمل 1، هعمل 2، لو حصل وانا ماشي في الطريق الكاوتش باظ مني هنزل اعمل 1 2 3 4، ولو انا حصل لي مشكله هعمل 1، ولو شفت حد في مشكله. رتب كل الافكار في ذهنك بدرجات، 1 ستيب 1 1 2 3. عملت ده كله، ابدا تخيل نفسك انت بقى، انسى قصه ان انت بتنصح حد. طب انا بقى كمحمد بقى لما يحصل لي التصرف ده تخيل نفسك في التجربه وعيش جزء منها كده ذهنيا، وشوف انت ممكن هتلاقي نفسك شويه اتضايقت او شويه مش مبسوط، لكن هتلاقي الخبره اتحطت في مكانها الصحيح في العقل، لان انت كده خدت الخبره اللي انت انشاتها بره في مكان افتراضي، في مكان خيالي، وحطيت نفسك جوه، حطيت الخبره دي جواك، تواجدت جوه هذه الخبره وبقيت تعمل في ذهنك بشكل اوتو، بشكل ذاتي، وانت كده قدرت تعمل لنفسك اوتوجينيك. شويه شويه ممكن نفس التجربه بعد ما تعملها تلاقي ان انت لا والله ده انا فكرت المره دي في 4 نقط، بس لما قعدت التفكير مره تانية في جلسه تانية لقيت ان انا ممكن ازود نقطه او نقطتين، او حتى ابدل حاجه من اللي وصلت لها تخليني اوصل لنتيجه احسن. اوكي، اعملها، ابدا تاني، فكر ورتب افكارك مره تانية وشوف ممكن تعمل ايه. يبقى احنا اتفقنا ان هي دي الطريقه اللي لازم اعملها. تبقى نقطتين صغيرين جدا. التنفس السليم مفيد جدا ومهم جدا جدا عشان مخك يتغذى على الاكسجين ويشتغل بشكل كويس، ومهم جدا جدا زي ما قلنا قبل كده في حلقات الضغوط، وزي ما قلنا قبل كده في حلقات التفكير، شرب المياه شيء مهم جدا. احنا قلنا الدكاتره بيقولوا نشرب 2 لتر في الميه، احنا مفترين شويه بنقول 4 لتر. فطوعونا وهتلاقوا ان شاء الله نتيجه كويسه. اخر حاجه عايزين نقولها في مساله تدريب العقل على النقطه دي، ان الغذاء الخفيف مفيد جدا. يعني نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. فلما الانسان بيعود دايما معدته ان يكون فيها يعني التلت بتاع النفس ده بيخلي العقل يبقى دايما واعي ودايما مصحصح ودايما بيشتغل. وتذكروا انه الافراط في اكل اللحوم مضر للوصلات العصبيه بشكل ما، فبيخليك بطيء في ردود فعلك. عشان كده الناس الفيجيتيريان ناس صحتهم احسن ومخهم انشط وما هماش كسالى وذهنهم دائما حاضر في المواقف المختلفه.
دي كانت النقط اللي احنا عايزين نقولها لحضراتكم في موضوع الاوتوجينيك. عايز افكركم دايما انه الاوتوجينيك عمليه واعيه ومستمره، يعني انت مش هتقعد برضو مع نفسك زي ما قلنا جلسه واحده وتحل فيها كل مشاكلك وتتوصل لا، انت مطلوب منك انك تفضل دايما كل شويه بتطور ادائك، وكل مره تختار موضوع تشتغل على نفسك فيه، وكل مره تختار فكره مضايقاك او حاسس ان انت لو اتحطيت فيها هتبقى بالنسبه لك مقلقه ومزعجه. خد كل مره فكره درب نفسك عليها، علشان اوعى تخلي مشاعرك تسبق افكارك، اوعى تخلي مشاعرك هي اللي تقودك وهي اللي تحركك دايما. وخليك فاكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. انا بشكركم جدا 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 على الحلقه الجميله دي، وبشكر الدكتور احمد. ويبدو ان القاهره الجميله كانت النهارده مواصلاتها زحمه جدا فما قدرش يبقى معانا على الهوا. اتمنى تكونوا اتبسطتوا في الحلقه زي ما انا اتبسطت جدا جدا فيها وسعدت جدا بيها، وشكلي بعد كده هخلي الدكتور احمد يتاخر وابقى معاكم على طول. بشكركم جدا جدا، بس عايز اقول لكم الجمله الاخيره اللي بقولها لكم في كل حلقاتي وفي كل دوراتي: ارجوكم اتاكدوا دايما ان انتوا عايشين صح، اتاكدوا دايما انكم بتعبدوا ربنا صح، وبتاكلوا صح، وبتشربوا صح، وبتشتغلوا صح، وبتتعاملوا مع الناس صح، لان يا جماعه احنا نستاهل ان احنا نعيش صح. وخليك فاكر ان دايما في طريق احسن تعمل بيه كل حاجه في حياتك. ارجوك اوعى تبطل تدور عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.